وداعا شهادات ال 18% بالبنك الأهلي وبنك مصر بعد مرور عام كامل وصدمة جميع المصرفيون وإصدار شهادات جديدة. تعالى بينا نشوف الفايدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك، أفضل استثمار من أول 1000 جنيه هتلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق. الفيديو القادم فيديو هام جدا لأصحاب الشهادات ال 18%، فما تنساش مشاركة الفيديو واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. يفصلنا أيام قليلة على انتهاء شهادات ال 18% بداية من يوم 22 مارس 2023، وهي الشهادة التي حققت إقبال كبير جدا لم يكن له مثيل، حيث بلغت أكثر من 750 مليار جنيه بالبنك الأهلي وبنك مصر، حيث لجأ البنك الأهلي وبنك مصر إلى إصدار شهادات أعلى من شهادات ال 18% مرة أخرى، وذلك في بداية شهر يناير الماضي، حيث تم إصدار شهادة 25% السنوية وشهادة 22.5% الشهرية، وتم إيقاف الشهادات في نهاية شهر يناير، وتم كسر من أجلها شهادات كثيرة منها الشهادات ال 11% وال 14% بالبنوك من أجل ربطها. وحاليا بدأ جميع أصحاب شهادات ال 18% بالبحث عن بدائل لشهادة ال 18%. ومع قرار البنك المركزي الأخير، حيث صرح البنك نسبة التضخم وصلت إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة ب 31.2% في شهر يناير 2023، وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير 2023. وهنا توقع كثير من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى اتخاذ حزم من الإجراءات خلال شهر مارس، ويتوقع كثير من المحللين اتخاذ قرار برفع أسعار الفايدة مرة أخرى، وذلك لكبح معدل التضخم. وتوقع من المحللين أن يتم رفع أسعار الفائدة ما بين 1% إلى 3% في اجتماعه القادم للسيطرة على التضخم، وطرح شهادات جديدة مرتفعة العائد، خاصة مع قرب استحقاق الشهادات ال 18% الأكثر من 750 مليار جنيه بالبنك الأهلي وبنك مصر. الفيديو القادم فيديو هام جدا لأصحاب شهادات ال 18%، فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس تعم الفائدة.